عين الجمل هي دي اللي فيها الامل. وعشان كده احنا النهارده مش عايزين الجمل بما حمل، احنا عايزين العين بس اللي فوائدها بتعمل اللي عمره ما اتعمل. ومن اهم فوائد عين الجمل واللي بناكله اكتر في شهر رمضان، بس على الله نعرف نجيبه ويكون في الامكان، فيها نسبه كبيره جدا من مضادات الاكسده ومضاد الزهايمر، وبيحسن الذاكره وبيخليها مصحصحه ومحدده، وبيقلل التعرض لخطر الاصابه بامراض القلب. يعني هتبقى تمام وتعرف تتسلق جبال القلب. وفيها فيتامينات بتقلل من فرص التعرض للالتهاب، وبيحافظ على نسبة الأوميجا 3 اللي نقصانها ممكن يعمل اكتئاب. وكمان بيحسن جدا ويحافظ على الأعصاب. المداومة عليه بقى بتقلل من خطر التعرض للسرطان، وبتقلل الشهية، يعني بيساعد في نقص الوزن كمان، بس على الله نعرف نجيبه ويكون في الإمكان. وسبحان الله شكل العين الجمل دي على شكل مخ الإنسان، وبيحسن نسبة تركيز الأطفال، وبتدي طاقة للناس الرياضيين الأبطال، ومفيدة برضو للي عندهم ضغط عالي. يعني من الآخر كده عين الجمل دي عاملة معانا شغل عالي. سؤال الحلقة: مين يعرف شكل عين الجمل على شكل إيه؟ ودي كانت حكايتنا النهاردة. استنونا بكرة في حكاية جديدة نتمنى تبقى ليكم مفيدة، ويا رب تقضوا خلال شهر رمضان أيام وليالي سعيدة. كان معكم بسمة مجدي، أشوفكم على خير. رمضان